فأفراح زمان بقى كانت من الحلويات الأساسية اللي كانوا بيعملوها كمان بشوية مَيّة وشوية دقيق، وبصراحة كده هي وحشتني أوي وقُلت أمّا أعملها معاكم. عايزاكم قبل ما تكمّلوا الفيديو تخمّنوا كده وتقولوا لي لمّا كنتم بتروحوا فرح زمان كده، كانت إيه هي الحاجة الحلوة اللي كنتم بتاكلوها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات قبل ما تكمّلوا الفيديو. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايكاتكم الحلوة وتشجيعكم ليّا، ويالّا نسمّي ونصلّي على رسول الله. أول حاجة كده أنا باجيب الطبق بتاعي وأحط فيه كوبايتين من الدقيق. ما تلتزميش بالمقدار بتاعي، لو عايزة تزوّدي في المقدار زوّدي براحتك. حطيت كوبايتين من الدقيق، معايا هنا كوباية مَيّة للعجن، يعني أنا باحط شوية بشوية كده علشان ألِم بيها العجينة، مَيّة عادية من الحنفية لا في خميرة ولا في بيكنج باودر ولا أي حاجة من الكلام ده. هاحط بس في الأول كده مع الدقيق رشة ملح، رشة ملح بسيطة. بعد كده زي ما قُلت لِك هابتدي بكوباية في ريحي مليانة مَيّة كده بنفس الكوباية اللي إحنا عايرنا بيها الدقيق، وهابتدي إن أنا أنزل شوية بشوية. اتفضّل من الكوباية ربع كوب، ربع كوباية من المَيّة. بعد ما عجنتها كانت العجينة بالشكل ده، لازم العجينة بتاعتِك لا تكون ليّنة في إيدِك أوي ولا تكون يابسة أوي، أنا عايزاها بحيث إن أنتِ تعرفي تشتغلي فيها، زي ما أنتم الفيديو موضّح لكم كده. بعد كده هنقطّعها بقى على كِوَر صغيّرة، وزي ما أنتِ عايزة بقى الكِوَر بتاعتِك كل ما يعني الكِوَر كانت كتير، كل ما الطبقات كانت أكتر، كل ما بقت مورقة وهشة أكتر. بُصّوا بابتدي بقى إن أنا عايزاكِ بقى تعملي كل الكِوَر بتاعتِك قد بعضها، لازم علشان إيه، لمّا نيجي نحطّها على بعضها كده تكون متساوية وقد بعض. بُصّوا بالشكل ده. سهلة وبسيطة ومش هتغيبي أبدًا في عمايلها، عايزة أقول لِك في 5 دقايق هتكوني مخلّصاها. بعد بقى ما كوّرناهم بالشكل ده، كل حجم زي بعضه كده، كلّهم حجم واحد يعني، نجيب بقى شوية نشا، فرحنا هنا طبق نشا، عشان النشا هي اللي هنفرد عليها ونورّق بيها. هنبتدي نفرد نشا وبعد كده إيه، نجيب أول واحدة إحنا كوّرناها، وبعد كده نفرد بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هتبتدي إن أنتِ تقلبيها على الناحيتين يعني عشان تتفرد معاكِ بكل سهولة. بُصّوا، الحجم ده بس، الفردة دي بس، آخرِك في الفردة كده. بعد كده بقى هتورّقي بإيه، هنحط بقى على وشّها شوية نشا، عشان لمّا نيجي نفرد الكرة التانية ونحط عليها الطبقة التانية دي، ما يلزقوش في بعض وتبقى في الآخر مورّقة. بُصّوا زي ما أنتم ملاحظين كده. فردتها نفس الحجم اللي أنا فردت بيها الأولانية العجينة الأولانية، وهاحط برضه نشا، بين كل واحدة والتانية لازم تحطي نشا. تمام كده، لو وصلتِ لغاية النقطة دي ما تنسوش بقى تصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتذكري الله علشان ناخد حسنتين مع بعض كده. بُصّوا أنا هاخلّص بقى كل الكمية دي بقى وأورّيها لكم. بُصّوا خلّصت كل الكور بتاعتي وحطيتها، ولازم زي ما قُلت لِك تحطي بين كل طبقة والتانية نشا. هابتدي بقى إن أنا إيه، أنا بُصّوا ريّحتها حاجة بسيطة خالص، رُحت صلّيت العِشا وجيت عقبال هي إيه، ما كانت ارتاحت حاجة بسيطة. بُصّوا أنا باورّيكم بقى اللي هي الماسورة الخشب دي، بصراحة مش بتريّحني خالص في الشغل، فأنا إيه، عاملة اللي هي الماسورة دي أنا عاملاها كده للشغل بتاعي، بس ما تضحكوش عليّا بقى، في ناس بقى بتتريق عليّا وكده بتعمل لهم ماسورة مَيّة ومش عارفة إيه، بصراحة هي بتريّحني في الشغل، وكل واحد على حسب ما بيرتاح في الحاجة اللي بيعمل بيها. بُصّوا، بابتدي بقى إن أنا أفرد زي ما أنتم ملاحظين كده على النشا، طبعًا بافرد نشا الأول، وباتنّي بقى أفرد الطبقات بتاعتي، زي ما باورّيكم كده إن هي في الآخر هتبقى مورقة معاكِ علشان الطبقات فاصلة عن بعضها. عايزين بقى نقطّعها قطع متساوية مربعات. بُصّي، حابة إن أنتِ تصغّري القطع بتاعتِك كده براحتك، ممكن تكبّري عن كده، يعني ممكن تكبّري حجم المربع بتاعِك عن كده. بُصّوا، ابتدي بقى إن أنا إيه، بالطول وبالعرض كده، يعني رايح جاي، أعملها كده إيه، مربعات، بنفس النشابة اللي أنتِ بتشتغلي بيها والقطّعة دي، لو ما عندكيش القطّعة دي هتعملي بالسكينة عادي خالص ما فيش مشكلة. بعد بقى ما قطّعناها كده، هنبتدي بقى إن إحنا نجيب هنا سوداني، أنا هنا يعني مكسّراه، عاملاه في المفرمة حتت صغنّنة كده، وهابتدي بقى إن أنا أحطّه على الطرف كده، وأقفّل عليه البقلاوة بتاعتنا بالشكل ده. بُصّي، هتقفّليها كده زي المثلث على الحشوة بتاعتِك بس، أو مش عايزة تحشيه ما فيش مشكلة، بس بصراحة في الحشوة بتكون حلوة أوي. هترصي بقى على الصينية بتاعتِك بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بُصّوا، هتقفّلي كلّه كده وبعد كده ترصيه. في الوقت ده بقى أنا كنت مشغّلة الفرن يعني الفرن بتاعي كان سخن، تمام كده، عشان ندخّل على طول الحلوى بتاعتنا في الفرن. هارصّها بقى عكس بعضها كده علشان ما تاخدش مساحة معايا
في الصينية بتاعتي وتبقى كلها ايه، تاخد في الصينية كده الكمية كلها تاخد الصينية. بصوا خلصتها اهو، معايا هنا كوباية سمنة مسيحاها على النار مدفياها يعني. بعد كده بقى هحط عليها كده، بصوا ما تستغربوش من السمنة ان هي كتير وكده، لا هي السمنة دي هي اللي هتورق لك البقلاوة بتاعتك دي وتخليها تنفخ في الفرن، وتخليها كده ايه، كلها طبقات في بعضها. هي لازم تشرب سمنة، بصي السمنة الزيادة هي اصلا بتطردها، وبعد كده احنا بنصفيها. تمام كده. هتحطيها في الفرن سخنة، هتحطيها في الرف الوسطاني لغاية ما تستوي معاكي. هتاخد معاكي نص ساعة عبال ما تستوي معاكي، وبعد كده تشربيها الشربات. تعالوا بقى نعمل الشربات بتاعها، وانا هنا كنت عاملاه اصلا قبل ما اشتغل في البقلاوة بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين من السكر، هحط عليهم كوباية من المية. تمام كده. بعد كده هحط عليهم ليمون، عصير ليمون. هحط عليهم كمان الفانيليا بتاعتي، لو عايزة تحطي الفانيليا بعد ما يستوي مفيش مشكلة، بس انا بحب احط كله على بعض كده وبعدين ارفعه على النار. بعد ما يغلي معاكي حاولي ان انتي تقلبيه علشان ما يسكرش من تحت ويلزق من تحت، لازم تقلبيه والجوانب كلها كده لازم تقلبيه، وبعد كده فضيه في حاجة تانية علشان يبرد معاكي تماما. لما يبرد معاكي تماما وهي طالعة سخنة زي ما انتم ملاحظين كده، والسمنة الزيادة زي ما انتم شايفين اهو، قلتلك السمنة الزيادة دي هنصفيها. بصوا هي بتشرب كفايتها كده علشان تورق معاكي وتتنفخ حلو كويس جدا بالسمنة. بعد كده صفيها بقى براحتك. صفت بقى السمنة الزيادة، وهنا الشربات بتاعي كان اصلا بارد خالص. جبت هنا معلقة تكون كده مخرمة علشان البقلاوة بتاعتك تشرب كمية الشربات الحلوة بتاعتنا دي، من غير ما تحطي اي حاجة كده وخلاص، لا لازم تحطي كده زي ما انتوا شايفين كده بمعلقة تكون مخرمة علشان تنزل عليها كده كلها وتشربها. بصوا حاولي ان انت تحركي الصاجة بتاعتك كده، وبعد كده بقى سيبيها شوية، وبعد كده قدميها وبألف هنا وشفا. عايزة اقول لكم كان نفسي فيها بجد. كانوا زمان كده بيعملوها في الافراح، كان اسمها جلاش، ما كانش اسمها اللي هو الحاجة كنا مسمينها جلاش عادي خالص. عايزة اقول لكم بقى كانت زمان كده لما كانوا عندنا افراح والكلام ده، كانوا بيفرقوها كده بعد الفرح. كانت تحفة، كنت بحبها قوي بجد. يعني عايزاكم تجربوها. عايزة اقول لكم ان هي كده، بصوا منفوخة ازاي، منفوخة ومورقة، وعايزة اقول لكم كده من حلاوتها مش هتبطلي اكل منها. عايزه اقولك هتاكلي واحده ورا واحده، علشان هي اصلا يعني مش بتجزع النفس، لا بجد طعمها رهيب. عايزاكم تجربوها علشان ان شاء الله هيعجبكم، او الجلاش بتاعنا او البقلاوه زي ما انتوا حابين تسموه. عايزه اقولك بقى اسمعي بقى القرمشه بتاعتها والحلاوه بتاعتها. بصي هتمسكيها بايدك كده تضغطي عليها تلاقيها كده عامله زي الورق. بصوا هتيجي بقى تاكليها كده تلاقيها بنفس الطريقه دي، هشة وخفيفة وما شاء الله كلها طبقات كده. تحفة تحفة تحفة. عايزاكم تجربوها تقولوا لي رأيكم. وما تنسوش قبل ما تسمعوا الفيديو يقولوا لي بقى انتوا عارفينها ولا مش عارفين الجلاش الحلو اللي كانوا بيعملوه في الأفراح ده ولا لا. بصوا تبارك الله حاجة كده بجد تحفة. عايزة اقولك بقى ان هو بيقعد معاكي باليومين والتلاتة، مقرمش زي ما هو، ولا عمره بيطرى معاكي باليومين تلاتة كمان. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. بجد محتاجة دعمكم بلايكاتكم وشير مع اصحابكم، واعملوا متابعة للصفحة علشان دعمكم هو اللي بيشجعني اقوم اصور. اشوفكم على خير، مع السلامة.